عزيزاتي، أهلا وسهلا بكم من جديد في مطبخ ليلى كميل. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غنقدم لكم واحد تشيز كيك، أكيد غتجربوا غيعجبكم. كيجي غزال وسهل وبراتيك، والشكل ديالو كيجي مسول وكيحمق، وإن شاء الله غادي يعجبكم. واليوم عيد ميلاد ياسمينتي، ولكن ما درت لها لا عيد ميلاد لا والو، لان عندي شي حاجه مشغوله فيها، وان شاء الله غادي نجمع لها عيد ميلاد ديالها هي واختها ونديروا لهم نهار واحد، وغادي نبرعكم شهيوات فيه ان شاء الله. مي اليوم قلت ندير لها شي حاجه هكا ساهله وبراتيك وسريعه، باش تفرح براسها حتى هي هذا النهار. فقررت نحضر لها التشيز كيك هذا كما تشوفوا، وغادي نخليكم مع المقادير ديالو. بسيطه سهله وثقوا بيا كيجي غزال ان شاء الله يعجبكم. ونخليكم مع ضيفتي اليوم كويزين نيزو، قناتي يلاه بدات ومحتاجه للدعم، وشكرا لكم ديما ولهلا يخطيكم. ونخليكم مع المقادير ديال الطبقه الاولى. نبداو بالبسكوي مطحون. كناخذ 200 غرام ديال البسكوي مطحون، اختاروا اي نوع ديال البسكوي كيعجبكم. ضيفوا ليه 50 غرام ديال الزبده دايبه، الزبده استعملت الحيوانيه. وغادي نضيف ليه العصير ديال نص حامضه. غنخلطوا هذا الشيء باش نحصلوا على واحد لاباط اولا قاعده، يعني ماشي ضروري تكون مجموعه بحال العجينه، مهم تكون فازقه. غادي ناخذ واحد المول على شكل قلب تقريبا. غادي نعطيكم غير بالعبار التقريبي، غتكون فيه واحد 24 من 20 حتى 24 سنتيمتر. غادي ناخذ ديك الباط ديالي، ديك القاعده ديالي بالبسكوي، وغادي نبدا نسرحها فيه ونعطيها شويه ديال الوقيت باش تجيني تبقى مقاده ومسطحه وزوينه. وها هو واجد، وغادي نحتفظ به في الثلاجه الوقت اللي غادي نحضر فيه الكريمه. اذا غناخذ 6 ديال البيضات. غادي نضيف ليها 200 غرام ديال السكر. الحلاوه كتبقى نسبيه، بغيتو تنقصوا نقصوا، لان مع الحامض يلاه كتجي ابين كتنقص الحلاوه مع الحامض، ولكن بغيتو تنقصوا نقصوا. غادي نضرب هاد المكونين بجوج مزيان حتى كيوليو بحال شي كريم، تيتبدل اللون والشكل والقوام ديالهم. غادي ناخد شي مقله فوق كاسرونه، يعني في حمام مريم، وغادي نضيف ليها العصير ديال 3 ديال الحامضات. خديت حامضات من المتوسطين الكبار. وغادي نخليو هاد الخليط يسخن شويه ديال الحامض، يعني هاد العصير ديال الحامض يسخن شويه في بان ماغي، وغنجيب الخليط ديال البيض والسكر ونضيفهم ليه. وغنبدا نحرك فوق العافيه بشويه بشويه
حتى كيتقال هاد الخليط كامل كيولي منسجم. غادي تكون كتبان لكم واحد الرغوه من الفوق، هذيك الرغوه حتى كتختفي تماما، عاد كيبدا الخليط يتقال، يعني عاد كيولي لنا الخليط في الشكل اللي بغينا. يعني واخا يبدا يتقال الا ما مشاتش ديك الرغوه الفوقانيه راه مازال خاصو يزيد يطيب اكثر. هنا ها هو ولا جاهز. اذا غادي نحيدو من العافيه وغادي نضيف ليه 4 ديال الورقات ديال الجيلاتين وغادي نخليهم يذوبوا في وسط السخونيه ديالو. واللي بغات دير جيلاتين نباتي غادي دير 8 غرام. غناخد 150 غرام ديال الجبن الكريمي، بغينا ناخدو فيلادلفيا، بغينا ناخدو مثلا كيري، بغينا ناخدو اي نوع ديال الجبن، وغنبداو نضربوه. الا ما عندناش مثلا هكا ناخدو المكعبات، ناخدو 10 ديال المكعبات ديال الجبن مثلا، وغنضربوه مزيان حتى كيولي كريمي ليس. كنجيبو داك الخليط اللي صايبنا بالبيض وكنضيفوه ليه، وغنعاود الخفق مزيان. غنعاود الخفق مره اخرى باش الفرomاج او الجبن يدخل مزيان في الكريمه ديال اللي صايبت ديال الحامض، حتى كيوليو ليا خليط واحد. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يديروا الجيلاتين غياخد ليهم وقت في الكونجيلاتور حتى نقولوا واحد 4 5 ديال السوايع عاد غادي يقبض. اللي مزروبه وبغات يوجد ليها مثلا، تقدري ما ديريش الجيلاتين الا عندك الوقت. اللي مزروبه وبغات يوجد ليها مثلا في نص ساعه دير هذوك 4 الوريقات الجيلاتين او لا كاغاغ، يعني داك النباتي 8 غرام. من بعد ما الكريمه صافي تخلطات مزيان غنكبها فوق داك البسكوي وغادي ندخلها للكونجيلاتور مده ديال من نص ساعه حتى لساعه، يعني ماشي بزاف. غير كنقيسها كنلقاها يعني راه من نص ساعه كنقلبوها كنلقاوها صافي قبطات راسها، وغادي ندخلوها كما قلت لكم الكونجيلاتور. وها هو خرجته من الكونجيلاتور، غادي نديمو ليه. ما غاديش ندير له شي حاجه من الفوق باش ما نزيدش نكثر عليا الخدمه وهذا، فغنخليه هكا وغادي نزوقو غير زواق بسيط وزعما سامبل. غادي ندير ليه ها هو نتوما كما كتشوفوا كيجي مسطح مقاد. غادي ندير له شويه ديال القشور ديال الحامض، الزويق هذا واحد المول كيكون اصلا امبريمي، درت فيه شويه الشكلاط، كنحيد الشكلاط كنلقاه لصق فيه داك الزواق ديالو، وتا هو غادي نزين به. هذاك لامبريمي كيدير 16 درهم، وغنزوق به كما تشوفوا، وغنقدم تشيز كيك بكل بساطه وسهوله، وكنتمنى انه يكون عجبكم. والمذاق بلا ما نشكروا لكم بزاف حتى تجربوا ان شاء الله وغتاكدوا. وشكرا لكم بزاف بزاف على تتبعكم، والله يحفظكم، ومع السلامه في فيديوهات قادمه.